تفتح دلوقتي السوشيال ميديا تلاقي حد بيقول حاجه والفيديو اللي بعده حد بيقول عكسها، وكل واحد بيتكلم بثقه قوي، بيتكلم بكاريزما قوي، بس الموضوع بقى لا هو بالثقه ولا هو بالكاريزما. فانا هحل لكم الاشكاليه دي النهارده، يعني النهارده ان شاء الله اتفرج على الفيديو للاخر هحل لكم اشكاليه انتوا تاكلوا ايه. في ناس بقى تقول لك ايه احسن دايت هو دايت الكارنيفور، امشي على دايت الكارنيفور ده احسن حاجه للصحه. في ناس تانية تقول لك لا 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 انت تمشي على دايت الكيتو ده احسن حاجه، حد يقول لك لا انت تمشي على اللو كارب ده احسن حاجه، وفي اللي يقول لك لازم تمشي على صيام متقطع ده احسن حاجه، وفي اللي يقول لك لا لا خليك فيجيتيريان، انت تمشي على اكل فيجيتيريان فقط، ما تاكلش اي لحوم او اي حاجه. والناس ما بقتش فاهمه بقى هو مين اللي بيتكلم صح. في حد يطلع يقول لك الكارنيفور دايت ده دايت كويس، وحد تاني يطلع يقول لك لا ده بيجيب امراض بيعمل مشاكل. الرسول صلى الله عليه وسلم قالها من اكتر من 1400 سنه، الذي لا ينطق عن الهوى ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه. انا هقول لكم على 10 نصايح امشوا عليها، وان شاء الله هم مبنيين على كلوا واشربوا ولا تسرفوا قبل ما يكونوا مبنيين على العلم.